السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صاحبة رؤية اليوم رأت النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته كما في السنة الصحيحة، وكانت الرؤيا قديمة. تقول رأتها وهي في سن تقريبا 15 سنة. تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يجلس واضعا إحدى ساقيه تحت فخذه، وكانت ساقه اليمنى منصوبة بحيث كانت قدمه اليمنى تطأ الأرض، ويضع ساعده الأيمن فوق ركبته اليمنى المنصوبة، وكان يجلس عن يمينه أبو بكر رضي الله عنه وعن يساره عمر رضي الله عنه. تقول ولكني لم أركز على أحد من الصحابيين، كان تركيزي كله على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي يميل برأسه ناحية عمر رضي الله عنه. ثم رأيته صلى الله عليه وسلم يمشي تجاهي، فقلت يا رسول الله، إذا رأيت شخصا في سنه تقصد في أسنانه شوائب أفأقول له؟ فتبسم لها صلى الله عليه وسلم وقال ذلك خير. ثم استدار ومشى، فرأيت كأن في أعلى النبي رسمت شجرة تفاح كأنها برسم كرتوني، وانتهت الرؤيا. وصفت جلسة وضحى للنبي صلى الله عليه وسلم. هل لهذه الجلسة تعبير؟ ساقه المنصوبة وقدمه تطأ الأرض، هذا رمز إلى منصب ومكانة للرؤية. طبعا الرؤيا كانت قديمة، فكانت هذه الرؤيا بشارة للرؤية في وقتها أنها سيكون لها في المستقبل منصب ومكانة، وكأنه يميل برأسه ناحية عمر رضي الله عنه، أي أن هذه الرؤية ستكون ممن يميل إلى قول الحق وتطبيق العدل والحق، لأن هذا ما اشتهر عن عمر رضي الله عنه. ثم تقول يا رسول الله، لو رأيت شخص في سنه شوائب، سنه السنة بكسر السين هي الغفلة، أي إذا رأيت شخص في غفلة فيها شوائب. الشائبة هي كل ما علق بالشيء فشانه، الشائبة هي الرذائل والمنكرات بصفة عامة، والمقصود من الجملة هي النهي عن المنكر. فتبسم لها إقرار منه صلى الله عليه وسلم ذلك، أي أن الله يمن عليها بهذا الفضل وهذا الخير. ثم قال لها ذلك خير. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ثم رأت في أعلى النبي مرسوم شجرة تفاح، تفاح تساوي الكفاح، ومرسومة أنها ترسم في سن صغيرة وتخطط لكفاح ولعمل صالح في مستقبلها. والله تعالى أعلى وأعلم. كانت هذه المرة الأولى التي أتواصل مع الرؤية فيها، بفضل الله كان التعبير يتطابق ويتوافق مع حالها، ولكن لما استأذنت منها وأذنت لي أن أطرح رؤيتها في حلقة، كان وعدا مني لها ألا أتكلم في خصوصيات تخصها. نتكلم اليوم إن شاء الله عن رمز السحاب في المنام. السحاب قد يدل على الأيام وعلى حياة الناس من رخاء وشدة، كمثل رؤيا عرضت علي. تقول الرؤية: رأيت كأني أنظر للسماء فرأيت سحابة بيضاء مرت فتبعتها سحابة سوداء، فقبض قلبي منها، ثم مرت وتبعتها سحابة بيضاء. فقلت لها: هذا يدل على حياتك وما فيها من فترة رخاء تتبعها فترة شدة، فيقبض القلب وتظن أنها لن تذهب، ثم يذهبها الله عنك وتتبعها فترة رخاء. فقالت: والله هي حياتي كذا. قد يدل السحاب على السفر وكثرة التنقل من مكان إلى آخر. رؤية السحابة محملة بالماء قد يدل على الجنين في الرحم. السحب من أسمائها الغيم، وقد تدل على الغم، كما قلنا السحابة السوداء تدل على الغم والكرب. السحاب من لفظه قد يدل على الانسحاب، التراجع عن قرار معين أو عن أمر شرع فيه الرأي. وقد يدل السحاب على سحب الأموال والودائع. قد يدل السحاب على المسؤولية الثقيلة أو على المنصب، ولكن فيه منفعة وخير للناس، لأنه اقترن مرتين في القرآن الكريم بكلمة الثقل. قال الله تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. وقال الله تعالى: الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. وقد يدل رؤية السحاب على الخوف والابتلاء بالخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى في السماء سحبا أو غيم أصابه الخوف، وأخذ يدخل ويخرج وينظر للسماء حتى إذا أمطرت أو ذهب خوفه صلى الله عليه وسلم، لأن السحب والغيم كانت من الأشياء التي أهلكت أقواما سابقين. وفي النهاية تعبير الرمز يرجع إلى حال الرائي وسياق الرؤيا كلها. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
أستغفرك وأتوب إليك.